اغلب منصات السوشيال ميديا تعمل معانا حركه لذيذه قوي. لو احنا كلنا هنفتح مطاعم مثلا وكلنا هنعمل اعلانات، بتعمل علينا كلنا ايه؟ مزاد. انا كريم فاتح مطعم بدفع اعلانات في اليوم 200 جنيه، انت بتدفعي 100 وهي بتدفع 50 جنيه في اليوم اعلانات. الفيسبوك يودي الجمهور اللي عايز يشتري يوديه لمين الاول؟ اللي بيدفع فلوس اكتر. طول ما انت بتدفع اكتر طول ما انا ايه؟ هظبطك زي ما انت عايز. يعني مثلا لو افترضنا ان الجمهور في المنطقه دي 1000 واحد، ال 1000 واحد دول انت تدفعي 200 جنيه في اليوم، هوصل لك ال 1000 واحد دول يشوفوا اعلانك انت الاول. بعد شويه اللي بتدفع 100 دي هوصل لها 500 واحد من ال 1000 دول اللي عايزين يشتروا برضه، هوصل لها الاعلان بتاعهم بس ايه؟ متاخر شويه وعددهم اقل لان انت بتدفعي اقل. بعد شويه هوصل اللي بتدفع 50 جنيه ايه؟ نصهم اللي هو 250 فرد يشوفوا اعلانها بس ايه؟ يشوفوا ايه؟ متاخر قوي. بقى اللي بيدفع اكتر بياخد الاولويه في العدد والاولويه في الايه؟ العميل اللي هو عايز يشتري. طب لو احنا الثلاثه بقى بندفع كلنا 200 جنيه في اليوم، محدش احسن من حد، الاعلان يظهر لمين الاول؟ اللي بيعمل محتوى ايه؟ احسن. كلنا بندفع نفس الفلوس، بس اللي بيعمل محتوى احسن هو اللي يظهر له الاعلان الايه؟ عشان كده الناس بتعمل ايه؟ بتستثمر في المحتوى، بيعملوا محتوى قوي عشان حتى لو المنافسين بيصرفوا زيهم يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي هو يطلع الاول لان هو بيعمل محتوى احسن.